هادي 6:30 ديال الصباح وغادي نشدو الطريق ان شاء الله للكركارات. أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. الله أكبر. هيا بدات الشميشه تقريبا كتبان، بدا كيصبح الحال. هذه 7 وقسمين. ودابا صباح الحال تقريبا 7:30 هادي. اما لقينا قدامنا الطوموبيلات حتى ما غادي للكركارات. خلاو القفار. واخيرا وصلنا للكركارات. واو هادي احساس واعر. اخر نقطة في المغرب. واو المعبر الحدودي الكركارات. واو دابا عاد عرفت علاش هذا طوبلنا باش يسبق. صافي هذا هو الكركارات. هما الناس هنايا شادين النوبة. شحال ديال الطوموبيلات باقين. ما تخيلوش الفرحه ديالي قداش وانا قدام هذا المعبر ديال الكركارات. اول مره في حياتي كان وصلت لهنايا، صراحه فرحانه بزاف. وبعيدا عن الفرحه بغيت نعرف هذا الاول معاش وصل هنايا. الطوموبيل الاولى معاش شدات الصف، واخا هكاك ما كاينش بزاف ديال الناس. بسم الله. شكرا. انا خديت قهوه بالحليب والمسمن.
تبارك الله. المهم دابا يلا حلوا الباب اللي هي كيبداو مع 9. هما الناس كيتسناو في النوبه ديالهم. واخا هكاك ما كاينينش طوموبيلات بزاف حيت باقي الحال شويه. جينا بكري حنايا وهذه هي الكركارات. كنتمنى نكون وصلت لكم الصوره بالعدسه ديالي بالنسبه للناس اللي ما عندهمش فكره على الكركارات كيفاش دايره. بحالي انا كان كيحسب ليا الكركارات هي الفيلاج اولا ساعه هي معبر فيها ستاسيونات، فيها المقاهي، فيها الحانوت، وهذه هي الكركارات. ودابا بداو كيتحركوا، بداو كيدخلوا الناس هذا هاد السيد قال لنا غادي يدخل ستاسيون وخلوا لي بلاصتي. غنخلوا لي بلاصتو ماشي مشكل. الصباح ما كان تدير دابا المشكل يقدر يجي شي حد من اللور ويدخل. بداو كيتحركوا دابا. المهم كيدوزوا بعد الكاميوات واقيلا الناس اللي بايتين من البارح وكيدوزوا الطوموبيلات بشويه. لا المهم داكشي ثقيل شويه حيت كيدخلوا بالطوموبيل الريتم ثقيل. ودابا غادي ننزلوا باش نطبعوا الباسبورات. هنا فين كيطبعوا الباسبورات. من بعد ما طبعنا الباسبورات دابا غادي يقلبوا لينا في الديوانه، عاد من بعد غادي نخرجوا ان شاء الله. ما شاء الله. ودابا غادي نخرجوا من المغرب. واخيرا خرجنا من معبر الكركارات ودابا حنا خارج الحدود المغربيه.